إذاعة إرنا تأتيكم برامجنا في أيام الاثنين والأربعاء والجمعة من كل أسبوع على نفس هذا التوقيت على الموجة القصيرة بطول 25 مترا. كما يمكنكم متابعة بثنا على القمر الصناعي نايل سات على التردد 11678 على الاستقطاب الرأسي. إذاعة إرنا الدولية إذاعة إريترية مستقلة يشرف عليها صحفيون إريتريون مستقلون، ويأتيكم بثها من باريس. مستمعي الكرام، طبتم وطابت أوقاتكم أينما كنتم وحيثما يصلكم بثنا لهذا اليوم الجمعة الموافق 10 من مايو عام 2024. كما هي عادتنا دائما وأبدا مستمعي الكرام، نبتدئ البرنامج العربي بنشرة الأخبار، يلي ذلك فاصل غنائي، ثم تتابعون بعد ذلك حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على حدث، والذي يأتيكم اليوم بعنوان زيارة بوغدانوف إلى بورت سودان تخلط أوراق موسكو وكييف في السودان، وذلك من خلال استعراضنا لمقال الكاتب الصحفي أحمد يونس، والذي نشرته صحيفة الشرق الأوسط السعودية في عدد الأربعاء الأول من مايو الجاري. وقتا طيبا نرجوه لكم مستمعي الكرام مع فقرات برامجنا لهذا اليوم. المستمعون الكرام، فيما يلي أقدم لكم نشرة الأخبار أبتدئها بالعناوين. في جلسة لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، إريتريا تقول إنها حققت تقدما إيجابيا في مجالات حقوق الإنسان، وممثلو دول يدعونها لتقديم براهين ملموسة على ادعاءاتها. استمرار توقف سيارات النقل الصغيرة الخاصة عن العمل في إريتريا منذ حظر التجوال بسبب الكورونا وحتى اليوم، في ظل أزمة النقل التي تعاني منها البلاد لأسباب مجهولة. وكتل سودانية مساندة للجيش توقع وثيقة لمرحلة انتقالية في القاهرة وسط تجدد القتال في ولاية الجزيرة ومناطق الصراع الأخرى. كانت تلكم سيداتي سادتي عناوين الأخبار، وإليكم التفاصيل من إذاعة إرنا الدولية في باريس. قالت إريتريا إنها تحقق تقدما إيجابيا في جميع مجالات حقوق الإنسان. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها رئيس الوفد الإريتري في الجلسة العادية 46 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف في 6 من مايو الجاري. وقال رئيس الوفد الإريتري هبتوم زرآي إن إريتريا حققت تقدما في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحد من ختان الإناث. ودعا ممثلون من دول مختلفة إريتريا إلى تنفيذ واحترام حقوق الإنسان في إريتريا وتقديم براهين ملموسة للتقدم الذي تدعيه. وجاءت إحدى الدعوات على لسان المندوب البريطاني الذي طالب إريتريا بالسماح لمبعوث أممي أو مقرر خاص بزيارة البلاد للتحقيق في أوضاع حقوق الإنسان ودراسة الآثار السلبية للخدمة الوطنية الإجبارية غير محددة المدة. كما طالب بتطبيق الدستور والسماح بالحرية الإعلامية. هذا وتصنف إريتريا ضمن الدول 10 الأولى عالميا في انتهاك حقوق الإنسان الأساسية. قالت مصادر إذاعة إرنا من الداخل إن الحافلات الصغيرة الخاصة المتوقفة في إريتريا أثناء حظر التجوال بسبب الكورونا لم تتمكن من العمل حتى الآن. ووفقا للمصادر فإن عددا كبيرا من الحافلات الصغيرة متوقفة على الطرق الرئيسية المؤدية إلى الاتجاهات ال4 من أسمرة، وهي منزوعة عجلات الإطارات. هذا ولم تتمكن الحكومة الإريترية من حل مشاكل النقل في معظم أنحاء البلاد، وتمارس ضغوطا على أصحاب الحافلات الخاصة والحافلات الصغيرة. وقد تحولت العديد من المدن في إريتريا بما في ذلك العاصمة أسمرة إلى العربات التي تقودها الخيول والحمير والدراجات ثلاثية العجلات كوسيلة للنقل والمواصلات. وأضافت مصادر إرنا أن هنالك أوقات ينتظر فيها الناس ساعات طويلة إلى أيام للحصول على وسيلة نقل من أسمر إلى كرن التي تبعد 85 كيلومترا عن العاصمة أسمر. وقعت 48 كتلة وقوة سياسية ومدنية سودانية الأربعاء ميثاقا في العاصمة المصرية القاهرة
لحل الأزمة والتأسيس لمرحلة انتقالية في السودان، وإجراء حوار سوداني لتحديد شكل ونظام الحكم. ووقع على الميثاق كل من رئيس الكتلة الديمقراطية ونائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي جعفر المرغني، ورئيس حزب الأمة مبارك الفاضل المهدي، ورئيس حركة تحرير السودان مني أركمناوي، ورئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم، ورئيس كتلة الحراك الوطني التجاني السيسي، وكيانات أخرى. وأقر الميثاق إجراء حوار سوداني دون إقصاء، والدعوة إلى آلية دولية وإقليمية لحل الأزمة ضمن فترة انتقالية تأسيسية، ومخاطبة جذور الأزمة عبر مؤتمر دستوري لحسم نظام وشكل الحكم والهوية، وإنشاء عقد مجتمعي ودستور دائم يستفتى فيه الشعب. وفي أحدث التطورات العسكرية على المشهد السوداني، اندلعت الأربعاء اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بولاية الجزيرة بعد هجوم شنته قوات الدعم السريع على متحرك الفاو التابع للقوات المسلحة. ونقل موقع سودان تريبيون عن مصدر عسكري قوله إن قوة الجيش المسنودة بقوات الحركات المسلحة المرتكزة في بلدة ودفقيسة بمحلية أم القرى شرق مدني تعرضت لهجوم عنيف من قوات الدعم السريع، مما أوقع خسائر في الآليات الحربية والأرواح، موضحا بأن الدعم السريع استخدمت في هجومها المدفعية الثقيلة والطيران المسير. وتحدث المصدر العسكري عن تراجع قوات الجيش حتى تخوم بلدة الخيار في الحدود مع ولاية القضارف، فيما قال متحدث باسم قوات الدعم السريع في بيان إن قواتهم تمكنت من إلحاق الهزيمة بقوات العدل والمساواة قرب منطقة الفقيشة التي تبعد عن الخيار نحو 5 كيلومترات، وكبدتهم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. وفي هذه الأثناء شهدت مناطق متفرقة من العاصمة الخرطوم قصف الجيش السوداني بالأسلحة الثقيلة مواقع تمركز الدعم السريع، كما شهدت ولاية شمال كردفان معارك طاحنة بين الجيش والدعم السريع في محوري أم روابة والأبيض، وسط مزاعم كلا الطرفين بتحقيق انتصارات كبيرة لفريقه على حساب الآخر. بهذا أصل إياكم مستمعي الكرام إلى نهاية النشرة الإخبارية لهذا اليوم، وقتا طيبا أرجوه لكم مع متابعة بقية فقرات برامجنا. راديو إيرنا. شدا زهر ولا زخر، شدا زهر ولا زهر، فأين الظل والنهر؟ شدا زهر ولا زهر، فأين الظل والنهر؟ ربيع رياضنا ولا، ربيع رياضنا ولا، ربيع رياضنا ولا، أمن أعقابك النشر؟ وهذا النور يبسم لي عن الدنيا ويفتر، وهذا النور يبسم لي عن الدنيا ويفتر، وأنظر لا أرى بدرا، أأنت الليلة البدر؟
ملكني وأعجب كيف بي سكره. رددت الخمر عن شفتي لعل جمالك الخمر. نعم أنت الرحيق لنا وأنت النور والعطر. نعم أنت الرحيق لنا وأنت النور والعطر. وأنت السحر مقتدرا وهل غير الهوى سحر. خذ الدنيا بأجمعها حبيب واحد ذخره. خذ الدنيا بأجمعها حبيب واحد ذخره. إذا ضاءت مطالعه فكل سمائنا بدر. خذوا دنياكم هذه فدنياواتنا كثر. خذوا دنياكم هذه فدنياواتنا كثر. مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات، كما نوهنا في بداية البرنامج تتابعون فيما يلي حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على حدث، والذي يأتيكم اليوم بعنوان زيارة بوغدانوف إلى بورت السودان تخلط أوراق موسكو وكييف في السودان، وذلك من خلال استعراضنا لمقال الكاتب الصحفي أحمد يونس، والذي نشرته صحيفة الشرق الأوسط السعودية في عدد الأربعاء الأول من مايو الجاري. نتابع سويا. إذاعة إيرينا، صوت مستقل لإريتريا. أهلا بكم مجددا مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات. طالعتنا وسائل الإعلام في الأسبوع الماضي بخبر الزيارة التي قام بها نائب وزير الخارجية الروسي والمبعوث الخاص للشرق الأوسط وإفريقيا ميخائيل بوغدانوف إلى مدينة بورسودان على رأس وفد رفيع المستوى. التقى خلالها بقائد الجيش السوداني ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان وعدد من المسؤولين العسكريين وقيادات إدارية عليا، معربا عن دعم بلاده للسلطة القائمة واستعداد موسكو لخطوات أخرى بما يعزز هذه الزيارة ويدفع إلى الانفتاح أكثر نحو تعاون مشترك مع الحكومة الحالية. وجاءت زيارة نائب وزير الخارجية الروسي بوغدانوف بعد شهر تقريبا من تحركات الأسطول الحرب البحر الروسي في البحر الأحمر في نهاية مارس الماضي، ورسو الفرقاطة مارشال شابنشكوف في ميناء مصوع الإريتري، والتي قيل آنذاك أنها جاءت في إطار احتفال البلدين بالذكرى 30 لتأسيس العلاقات بينهما. كما أن المسؤولين العسكريين قاموا بجولات في مناطق مختلفة من مدن الساحل الإريتري بالإضافة إلى جزرها البحرية. وسلطت الزيارة أيضا الضوء على تناقضات الموقف الروسي تجاه الأزمة السودانية الراهنة في ظل اتهامها من البعض بمساندة الدعم السريع عبر ذراعها فاغنر التي تستثمر في مناطق تعدين الذهب التي تسيطر عليها الدعم السريع. حول هذا الموضوع مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات
نستعرض لكم اليوم مقالا للكاتب الصحفي أحمد يونس نشرته صحيفة الشرق الأوسط السعودية في عدد الأربعاء 1 مايو تحت عنوان زيارة بوغدانوف إلى بورت سودان تخلط أوراق موسكو وكييف في المنطقة. نتابع. راديو إيرنا راديو إيرنا كاب كتما باريس محلالف بإرتوران غازت إنياتا زدالو نتا راديو. يستهل أحمد يونس المقال بقوله: أعاد زيارة المبعوث الروسي للشرق الأوسط وإفريقيا ميخائيل بوغدانوف إلى بورت سودان السبت الماضي خلط الأوراق على الساحة السودانية، خاصة بعد تسريحاته المؤيدة لمجلس السيادة السوداني الذي يرأسه قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، وإعلانه أن زيارته قد تؤدي إلى زيادة التعاون في عدد من المجالات. فالجيش السوداني المدعوم أيضا من أوكرانيا بات يحظى بدعم الدولتين المتحاربتين روسيا وأوكرانيا في تناقض مصالح مدهش. وزار بوغدانوف بورت سودان ليومين متتاليين التقى خلالهما معظم المسؤولين السودانيين بمن فيهم رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان، ونائبيه في الجيش الفريق شمس الدين كباشي، والمجلس السيادي مالك عقار، ووزير الخارجية، فضلا عن شخصيات اجتماعية وبعثات دبلوماسية عربية، حيث دارت محادثاته معهم حول العلاقات بين البلدين في ظل الحرب. واقتصرت تصريحات بوغدانوف على القول إن بلاده تعترف بشرعية مجلس السيادة وتدعم الحكومة، وإن زيارته جاءت أيضا للتعبير عن الموقف الرافض للتدخلات الأجنبية وتحكم القوى الغربية بمصائر الشعوب. ونقلت عنه وزارة الخارجية السودانية تعهده للبرهان بأن تكون لزيارته ما بعدها ومساندة موسكو للسودان في المحافل الدولية وتطوير الشراكة السودانية الروسية إلى شراكة استراتيجية. من جانبها أكدت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو تولي اهتماما كبيرا لتطوير العلاقات مع السودان في كل المجالات، وشددت على ضرورة التوصل إلى تسوية للأزمة العسكرية عبر الحوار بين السودانيين ومن دون تدخل خارجي. ورأت وسائل الإعلام أن زيارة نائب وزير الخارجية الروسي إلى بورت سودان واللقاءات التي أجراها مع المسؤولين السودانيين تهدف إلى إعادة ترتيب العلاقات التي شابها نوع من الغموض على خلفية تقارير حول الدعم الروسي لأحد طرفي الصراع القائم في السودان، وكذلك ما يتعلق بالدور الذي قامت به مجموعة فاغنر في هذا البلد. ونقلت وسائل الإعلام تفاصيل حول مجريات الزيارة، ورأى معلقون أن زيارة بوغدانوف عكست محاولة لاستعادة النفوذ الروسي في السودان من خلال عرض المزيد من التعاون مع السلطات الشرعية. ووفقا لتحليلات، فقد عكست تصريحات بوغدانوف مسعى من جانب موسكو لتبديد الالتباس في العلاقة مع السودان على خلفية تقارير حول تقديم موسكو دعما عسكريا إلى قائد قوات الدعم السريع الذي زار موسكو في وقت سابق. كما أشارت تقارير إلى أن نشاط مجموعة فاغنر في السودان وخصوصا في قطاع تعدين الذهب كان عنصر توتر في وقت سابق. يشار إلى أن هنالك حالة من عدم اليقين إزاء موقف روسيا من السودان بسبب علاقتها مع قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو حميدتي الذي زار موسكو عشية الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022. ومعروف بشكل واسع أن مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة تدعم قوات الدعم السريع ومتورطة في تعدين الذهب بشكل غير قانوني في السودان حسب تسريحات لدبلوماسيين غربيين في الخرطوم. وقالت فاغنر العام الماضي إنها لم تعد تعمل في السودان. ومنذ مطلع الشهر الحالي بدأت روسيا تسليم وقود الديزل إلى السودان وفقا لبيانات مجموعة بورصات لندن. ولكن يا ترى ما هو سر الغزل الروسي للسودان؟ هذا ما سنعرفه مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات بعد فاصل قصير، فابقوا معنا. هذه إذاعة إيرنا. يقول أحمد يونس في معرض إجابته عن السؤال السابق: كانت موسكو قد بدأت اهتماما بقاعدة بحرية على ساحل السودان على البحر الأحمر، ورست سفن حربية روسية في بورت سودان في فبراير عام 2021. وشرعت الفرقاطة الروسية أدميرال غرغروفيتش
في إنزال معدات لإقامة منشأة عسكرية في قاعدة فلامنغو البحرية السودانية شمال بورسودان، كما رصدت المدمرة الأمريكية USS وينستون تشرشر في بورسودان في توقيت قريب من وصول الفرقاطة الروسية. ونتيجة للتوتر الذي صاحب عملية فلامينغو، أبلغت الحكومة السودانية قائد القوى الروسية أنها علقت الاتفاق الذي تم في العام 2017 بين الرئيس السابق عمر البشير ونظيره الروسي فلاديمير بوتين بشأن القاعدة العسكرية، وذلك لحين مصادقة البرلمان المنتخب عليها. فانسحبت القوى الروسية، لكن موسكو ما تزال متمسكة بالاتفاقية من جهتها. وفي مواصلة الغزل الروسي، أعلن بوغدانوف دعمه الجيش السوداني في الوقت الذي تدعم فيه مجموعة فاغنر الروسية قوات الدعم السريع قبل مقتل زعيمها يفغيني برغوجين. ويقول أحمد يونس نقلا عن صحيفة وول ستريت جورنال إن قوات خاصة أوكرانية تقاتل مع الجيش ضد الدعم السريع استجابة لطلب وجهه البرهان إلى الرئيس الأوكراني زيلينسكي لمساعدته في حربه مع الدعم السريع. وذكرت الصحيفة أن الدافع الفعلي لقتال القوات الأوكرانية إلى جانب الجيش السوداني هو استهداف مصالح روسيا في السودان، لذلك أرسلت 100 من قواتها الخاصة لاستهداف فاغنر في الخرطوم، وشاركت في القتال وساعدت على إخراج البرهان من حصار فرضته قوات الدعم السريع على القيادة العامة، كما ساهمت لاحقا في استرداد مباني هيئة الإذاعة والتلفزيون في أم درمان. ما زلتم مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات تتابعون حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على حدث، والذي يأتيكم اليوم بعنوان زيارة بوغدانوف إلى بورت سودان تخلط أوراق موسكو وكييف في السودان. فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. وتحت عنوان فرع طمع روسي في البحر الأحمر، يقول أحمد يونس: وإزاء تنافس الدولتين المتحاربتين، فإن المحللين يذهبون إلى أنهما نقلتا حربهما إلى السودان بالفعل، إذ أن فاغنر ما تزال متهمة بمساندة الدعم السريع، وأوكرانيا متهمة بدعم الجيش. لكن تصريحات بوغدانوف أربكت المشهد، فموسكو الرسمية أعلنت دعمها للجيش، بينما ظلت مجموعة فاغنر مع الدعم السريع، مع أنها صارت من أدوات الجيش الروسي بعد مقتل زعيمها. ويقول المحامي والمحلل السياسي حاتم إلياس إن إشهار روسيا دعمها للجيش السوداني ينطلق من طمعها في البحر الأحمر وإنفاذ وعد الرئيس السابق عمر البشير ومن خلف الإسلاميين السودانيين، مرجحا وجود تفاهمات بين الإسلاميين والروس. ويشير إلياس إلى التقارب الأيديولوجي بين الإسلاميين السودانيين وإيران الذي يجعلهم يتوجهون نحو حلف إيران روسيا، وينظرون إليه من خلال مصالحهم المشتركة في الدعم مقابل النفوذ في البحر الأحمر. ويستمر قائلا: يبدو أنهم يريدون تنفيذ وعدهم للحليفين الروسي والإيراني الذي أبرم في عهد البشير بقواعد عسكرية على البحر الأحمر. ويصف الصحفي المتخصص في الشؤون الدولية الفاتح دويدي تصريحات بوغدانوف بأنها إشارات روسية بتوفير الدعم للجيش مقابل قاعدة بحرية على الساحل السوداني. ويقول: لقاءات بوغدانوف لها أهمية خاصة لموسكو، لأنها تبدي اهتماما بإنشاء قاعدة على ساحل البحر الأحمر. ووفقا لوديدي تقوم السياسات السودانية بشأن الوجود الدولي على البحر الأحمر على مناورة مع موسكو، فهي لا ترفض الوجود الروسي من حيث المبدأ، لكنها لا تستطيع قبوله ضمن التقاطعات الحالية، فتلجأ لتأجيله والإبقاء على العلاقة بحجة أن قيام قاعدة روسية في البحر الأحمر يتطلب مصادقة برلمان منتخب. ووفقا لوديد تقوم السياسات السودانية بشأن الوجود الدولي على البحر الأحمر على مناورة مع موسكو، فهي لا ترفض الوجود الروسي من حيث المبدأ، لكنها لا تستطيع قبوله ضمن التقاطعات الحالية، فتلجأ لتأجيله والإبقاء على العلاقة بحجة أن قيام قاعدة عسكرية في البحر الأحمر يتطلب مصادقة برلمان منتخب، وأن السياسات السودانية برغم المغانم التي قد تحصل عليها، لكنها في الوقت ذاته تخشى خطورة وعواقب الأمر. ويرى وديدي أيضا أن جيوسياسية السودان وارتباطاتها بالأمن الإقليمي الدولي ما زالت تحمل وصمة نظام الإسلاميين، وأن المجلس العسكري لا يزال يستلم الكتالوج القديم ودفاتر الرئيس السابق عمر البشير الذي كان يجيد لعبة الرقص على كل الحبال.
ويرى أيضا أن تصريحات بوغدانوف في بورسودان امتداد لغزل سياسي روسي بدأه بوتين في العقد الأخير ضمن بحثه عن شراكة تفتح له مجاهل إفريقيا وتضخ دماء جديدة في شرايين اقتصاد بلاده، وذلك مقابل الوعد بغطاء دبلوماسي للدول الإفريقية في المحافل الأممية. ويشير إلى القمم الإفريقية الروسية العديدة التي نظمتها روسيا بوصفها شريكا تجاريا بقوله: موسكو تغازل القادة الأفارقة بحماية من التدخلات في شؤون دول ذات سيادة. ويتابع: شراكات روسيا الإفريقية تواجه انتقادات غربية مباشرة بجانب إضرارها بمواطني البلدان المعنية، ويعدها الغرب شراكات فوقية عبد طريقها طباخ بوتين زعيم فاغنر السابق يفغيني بورغوجين. ما زلتم مستمعي الكرام ومستمعاتي الكريمات تتابعون حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على حدث، والذي يأتيكم اليوم بعنوان: زيارة بوغدانوف إلى بورسودان تخلط أوراق موسكو وكييف في السودان. فاصل قصير ونعود إليكم فابقوا معنا. هذه إذاعة إرنا. ويؤكد وديدي بأن الشراكات الروسية الإفريقية أضرت بأمن واقتصاديات بلدان العالم الثالث، وجرفت مواردها لا سيما المعادن والذهب، وفاقمت انتهاكات حقوق الإنسان وتفشي الفساد وتآكل ديمقراطية تلك المجتمعات. ويرى وديدي أن السودان تحول شريكا لروسيا في مواجهة عزلتها، وأنه صوت وحيدا من بين 17 دولة إفريقية ضد قرار أممي يطالب روسيا بوقف عملياتها العسكرية في أوكرانيا، وفي مقابله حصل على دعم سياسي كبير من الكرملين، خاصة في معركة خروج بعثة الأمم المتحدة يوناتامس وطرد رئيسها فولكر بريس. وينقل أحمد يونس أيضا عن الصحفي السوداني الفاتح وديدي قوله: إن أوكرانيا تنطلق في مساندتها للجيش السوداني من تكتيكاتها في حربها ضد المرتزقة الروس، مستخدمة تكتيك عمليات الذراع الطويلة في مطاردتها المصالح الروسية الإفريقية. لذلك استجابت لطلب البرهان من زيلينسكي، فهدفها الرئيسي هو محاربة الجماعات الممولة روسيا. ويقول محلل سياسي آخر لم يسمه: هذه أغرب زيارة يقوم بها مسؤول أجنبي، فهو التقى بعدد من القادة السودانيين كل على حدة، كأنه يعلم أن هنالك رؤى متصارعة بينهم، وأن ما خفي من الزيارة أكثر بكثير من المعلن. انتهى المقال. ونحن بدورنا نقول مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات إن رغبة روسيا الجامحة للحصول على قاعدة عسكرية بحرية في البحر الأحمر لا تزال هي المحرك الرئيسي لمثل هذه الزيارات، وإن روسيا بإمكانها بذل ما يمكن بذله في سبيل تحقيق هذه الغاية. فالزيارة جاءت لتحيي الآمال لتحقق تلك الرغبة من خلال إحياء الاتفاق القديم واستخدام التحركات التي قامت بها بارجات الأسطول الروسي في البحر الأحمر، ورسو إحدى سفنه في ميناء مصوع الإريتري، مناورة لإيصال رسالة للسودان مفادها أن روسيا بإمكانها تحقيق رغبتها فيما تطمح إليه عبر شريك استراتيجي آخر يكون بوابتها إلى إفريقيا، وهي في هذه الحالة إريتريا، وأن الخاسر للدعم والمساعدات الروسية عندئذ هو السودان. وهذه المناورة قد تجعل السودان ممثلا في المجلس العسكري والسيادي يبدي مرونة في تمرير ملف الاتفاق، عطفا على التحديات التي يواجهها بسبب الحرب الدائرة مع الدعم السريع من ناحية، وبسبب العقوبات من بعض الدول الغربية وتبعياتها من ناحية أخرى، بالإضافة إلى حاجته إلى موقف روسيا في المحافل الدولية مستقبلا كطوق نجاة من استصدار قرارات أممية تسهم في الإضرار بالسلطة القائمة ومؤسساتها. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. استمعتم فيما مضى سيداتي سادتي إلى حلقة اليوم من برنامج تعليق على حدث. في ختام البرنامج العربي لهذا اليوم أعود وأذكر بعناوين الأخبار. في جلسة لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، إريتريا تقول إنها حققت تقدما إيجابيا في مجالات حقوق الإنسان، وممثلو دول يدعونها لتقديم براهين ملموسة على ادعاءاتها. استمرار توقف سيارات النقل الصغيرة الخاصة عن العمل في إريتريا منذ حظر التجوال بسبب الكورونا وحتى اليوم، في ظل أزمة النقل التي تعاني منها إريتريا لأسباب مجهولة.
وكتل سودانية مساندة للجيش توقع وثيقة لمرحلة انتقالية في القاهرة وسط تجدد القتال في ولاية الجزيرة ومناطق الصراع الأخرى. بهذا نصل إياكم مستمعي الكرام إلى ختام البرنامج العربي لهذا اليوم. تقبلوا تحياتي وتحيات الفريق العامل في إذاعة إرنا الدولية من باريس، وحتى نلتقيكم في البرنامج القادم في أمان الله. هذه إذاعة إرنا.